بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحة واحسن حال يا رب. دعوة لمرضانا يا جماعة ودعوة لأمواتنا، ربنا يرحمهم ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. يلا هتعملي ايه النهاردة يا تيتا؟ هنعمل حاجة خفيفة خالص بقى، ولا لحمة ولا فراخ، مفيش الا انا وعمري بس. فهنعمل ايه؟ هنعمل مكرونة، وهنعمل حاجة كمان كده جنب المكرونة دي، انا يعني هعملها قدامكم دلوقتي وهتشوفوها. هنعمل بطاطس كده بس بطريقة، يعني التحمير بطريقة تانية خالص. دلوقتي هتشوفوها ان شاء الله هنعملها ازاي. يلا نشوف هنعمل الاكلة الخفيفة الجميلة اللذيذة دي ازاي ان شاء الله. هنقلب المكرونة وهسيبها بقى ايه تحت الحنفية كده تبرد. انا بحب ابردها كده يعني، وبطلع منها اي نشا يعني تحت المية دي بيطلع منها ان شاء الله. يلا نشوف الخطوة اللي بعد كده هتبقى ايه باذن الله. هنا حبايبي ايه، حطيت معلقه زبده ساحت، حطيت معلقه سمنه فلاحي ساحت، وقلبت عليها الطماطم دي انا حطيت فيها فصين توم، وحطيت فيها قرن فلفل سبايسي وقرن بارد، وضربتهم في الخلاط، وحطيت معلقه السمنه الفلاحي، ورحت طش عليهم. دي اللي انا بعملها للمكرونه، دي انا بعملها للمكرونه. والله يا جماعه بتبقى خفيفه وبتبقى طعمها تحفه. جربوها كده، بس ما تنسوش قرن الفلفل، قرن بارد وقرن حامي، والثوم برضو اضربيه فيها وحطيهم كده. يعني ما تحمريش الثوم، حطيهم كده على طول على معلقه الزبده، واتفرجي على طعم المكرونه بيبقى طعمه ايه. دلوقتي ان شاء الله ايه هنشوف الخطوه اللي بعد كده ايه، وهنعملها معاكم باذن الله. كده انا حطيت معلقه كزبره، ودي معلقه فلفل، ودول حبه بابريكا، وحطيت انا الملح وحبه سكر عشان حموضه الطماطم، ونقلب واسيبها بقى ايه ان شاء الله كده، نسيبها ما تتسبك، ونشوف بقى هنعمل في البطاطس ايه ان شاء الله. هنا يا حبايبي انا حطيت ميه وحطيت فيها ملح، ولما غليت قلبت فيها البطاطس دي. بصوا يعني البطاطس دي هديها كده تقلبتين كده في الميه السخنه دي، وهشيلها، وهتشوفوا ان شاء الله هنعمل فيها ايه سوا مع بعضين. البطاطس دي بقى يا جماعه لو مشيتوا على الخطوات اللي انا هعملها مع البطاطس دي وتشوفوني هعملها ازاي، والله هتدمنوها وهتعملوها على طول، وبتبقى طعمها خطير، بتبقى طعمها زي طعم حته الكبده كده. خليكم معايا بقى شوفوا انا هعمل البطاطس دي ازاي ان شاء الله. هو انا حطيت الميه، وحطيت حبه ميه في الميه، وحطيت حبه ملح غليت، ورحت حاطه فيها البطاطس اللي انتوا شايفينها صوابع دي. يلا بقى نسيبها بس تقلب كده، وهنروح طافيين عليها على طول ان شاء الله. كده يا حبايبي البطاطس دي انا حطيتها وحطيت عليها الميه وسبتها. بصوا القلبه دي بس كده بقى انا هطفي عليها واصفيها. كده الصلصه هي اتعملت، هطفي عليها على طول بدام القدام راح في ناحيه والصلصه في ناحيه، كده تبقى التسبيكه اتسبكت دي للمكرونه. يلا ايه نشوف البطاطس اللي احنا صفيناها هنعمل لها الخلطه اللي هنحطها فيها دي ازاي ان شاء الله. ايه هنصفي المكرونه، نحط المكرونه هنا البطاطس كده هنصفيها، ونشوف الخلطه بقى اللي هنعملها لها هنعمل لها ايه ان شاء الله. حطيت هنا حته زبده اهي تسيح، دي زبده انا ما سيحتهاش لسه اهي، حطيتها كده تسيح عشان ايه احط المكرونه اقلبها فيها ان شاء الله. الله الله على ريحه السمنه الفلاحي يا جماعه، السمنه الفلاحي دي اتضرب لها تعظيم سلام فعلا. بتحطي الحته تسيحيها بتقلب ريحه الدنيا. دي كده هقلبها فيها في المكرونه كده، وعملنا الصلصه وادينا البطاطس سلقه كده. هتشوفوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه في البطاطس دي ان شاء الله. نقلبها كده، هي ايه بتشكش كأني تحت بس تسخن كده عشان كانت بردت، وايه واروح طافيه عليها تشرب بس السمنه دي كده في التقليب والسخونيه دي بتاعت الحله. اقلبها كده بس تشرب حته الزبده دي. بصوا هي اتلونت اهي الزبده كده. ايه ندفع عليها بقى ونشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله.
والله اكله هتبقى خفيفه وجميله، ولا لحمه ولا فراخ، بس هتبقى اكله لذيذه وطعمها جميل جدا بجد. هنا بقى هنغسل شبت وبقدونس وكزبره وخيار وطماطم وفلفل سبايسي اهو، قرن سبايسي على قرن بارد. هنغسلها بقى غسله كويسه كده الخضره دي، عشان هنعمل طبق سلطه جميل ان شاء الله جنب المكرونه والبطاطس. هتشوفوا ان شاء الله الاكله دي هتبقى خفيفه وجميله قد ايه باذن الله. يا حبايبي حطيت بيضتين، وده توم متخرط كده، فصين توم كده دقتهم وحطيتهم، ودولت بيضتين 2، وعليهم حبة فلفل، وعليهم كوباية اللبن اهي، كوباية لبن اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، تسمي وتصلي على الرسول كده على كل حاجة. نشا، ونحط بقى ايه الدقيق، 1 و2 3 وايه، ونقلب بقى ونشوف ايه الخليط ده هيعوز تاني ولا لا. يا جماعه هنحط ايه كمان، معلقه دقيق اهي، معلقه دقيق، ونحط معلقه تانية عشان جت، ونحط الملح، انا حطيت الفلفل على فكره، ونحط بقى حبه بهارات كده على حبه كمون فقط لا غير، ولا هنحط اي حاجه تاني، ونقلب. هي مش عايزينها صيطه، هي لازم تكون تقيله كده، عشان ايه؟ عشان تمسك في البطاطس. احنا هنحمر البطاطس في الخلطه الجميله دي على فكره كده. ايه بصوا يا جماعه، بصوا لازم هي تكون تقيله كده، ما تكونش صيطه عشان تمسك في وكمان هحط لها كمان معلقه دقيق برضه. بصوا اهي معلقه دقيق اهي كمان، مش مليانه، نحط لها كمان معلقه. بصوا لازم تبقى تقيله كده، ليه بقى؟ عشان تمسك في البطاطس، البطاطس تبقى جميله كده، وتبقى طعمها جميل من التوابل اللي حطيتها ومعلقه اللبن والنشا والدقيق، هتبقى طعمها جميل كده. بقى ايه، يلا نحط فيها البطاطس كده جميل. خلي بالكم يا جماعه الاسمر ده فلفل، نحط بقى حبه شطه كده عشان نشعلل الدنيا كده، وتبقى طعمها بقى هف هف يلا بقى ايه نحطها ايه فيها، ونطلع منها نحط في الزيت على البوتاجاز في الطاسه. بقى ننزل البطاطس اللي احنا سلقناها. بصوا يا جماعه انا ما سلقتهاش ولا حتى نص سلقه، يعني اقل من النص سلقه، عشان ممكن تديها نص سلقه. بصوا وانتوا بتعملوها كده تروح متكسره منكم. بصوا هي ما تقطعي الواحده يعني تلاقيها مستويه، بس يعني ناشفه واحده كده، يعني اللي هتاخدها في التحمير. يلا نحط في الطاسه ان شاء الله تتحمر ونطلعها بقى، وتشوفوا جمال البطاطس دي هتبقى عامله ازاي، بس تتحمر بس. ايه انا قلبتها كده احمرت اهي، هنشيلها. ايه رأيكم بقى في الاكلة الخفيفة الاكلة الجميلة دي؟ وايه رأيكم بقى في البطاطس الروعة دي؟ بصوا يا جماعة بطاطس جميلة، بصوا ومقرمشة وطعمها من جوه تحفة تحفة، طعمها من جوه. اتمنى بجد تجربوا البطاطس دي، بتبقى بصوا طعمها انا مش عارفة اقول لكم ايه على طعمها، بتبقى طعمها 100 100. وعملنا طبق سلطة كده جميل، وعملنا المكرونة، أكلة بسيطة، ولا بقى لحمة ولا فراخ ولا الحاجات دي، أكلة بسيطة كده وخفيفة وجميلة. وإن شاء الله بإذن الله لو جربتوا الأكلة دي والبطاطس دي بالذات، لو جربتوها دي تنفع غدا، مع مثلا حمرتي كبدة، حمرتي حاجة وعملتي جنبها مكرونة، طبق سلطة، هتتاكل الصبح في الفطار. لو عملتيها برضو حلوة تتاكل في الفطار، يعني بطاطس روعة، بطاطس روعة ان شاء الله باذن الله. اتمنى تجربوها، اكله جميله واكله خفيفه وصحه والف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحه والف هنا عليه. وسلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسوناش في اللايك يا جماعه. السلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.